اللهم إني توكلت عليك وبك أستعين. اللهم أعني ويسر أمري وارزقني يا رزاق يا كريم. عندما تكون جميل وجذاب ورائع من الداخل لن تهتم كثيرا بمظهرك. انظر إلى بعض العلماء والعباقرة كيف لا يكون للمظاهر والملابس والمراكب عندهم قيمة، لأن شعورهم الداخلي يغنيهم عن كل القشور والأقنعة والأصباغ الخادعة. أنا لا أدعو إلى أن نهمل مظاهرنا، لكن أن لا تكون هي ما نقدم به أنفسنا للناس. فالإنسان الذي لا يتقبل ذاته يشعر بالخجل منها، لأنها لم تحقق المعايير التي وضعت في تصوراته أو سمعها أو ألفها منتشرة في مجتمعه. إن شكل الأنف والأسنان والكرش والصلع معايير وصفات من صنع البشر وضعتها المجتمعات وشكلتها الثقافات، فلست ملزما بالاحتكام إليها ولا التعامل معها على أنها حقائق بدونها تصبح إنسانا قبيحا أو ناقصا. كانت العرب سابقا تمدح الصلع وترى أنه من السؤدد. يقول الأصفهاني رحمه الله: كان الشريف إذا لم يصلع نتفوا شعره تشبيها بذلك، ينتف ليكون أصلعا. ثم تبدلت هذه المعايير وأصبح الصلع قبحا وعيبا. إنها معايير من صنع البشر، فالصلع عند العرب سؤدد وبطولة، والكرش عند الهنود رجولة، وحجم الأنف في بعض أفريقيا جمال، وضخامة مقدمة الأسنان في الأسكيمو من أفضل الخصال. كانت زيادة الوزن في المرأة من محاسنها، والآن أصبحت مذمة وعيبة. كان الشيب في السابق عيب، أما الآن فأصبح موضة يتظاهر به من يفقده. لماذا هذا التحول؟ لأنها مقاييس البشر تتبدل بتبدل الأحوال والأيام. المقاييس الحقيقية تجدها في قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله ليس أطولكم ولا أجملكم ولا أحسنكم ولا ألبسكم، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقبل ذاتك مهما قيل عنها وقيل فيها وقيل لها. تقبل ذاتك وأصلح ما يمكن إصلاحه ويلزم تغييره. تقبل ذاتك واعترف بنقصك وجهلك وخطأك. فإذا حرمت جمال الخلق فلا تحرم نفسك جمال الخلق وجمال المعرفة وجمال التعامل وجمال الدين. عبد الله ابن أم مكتوم الذي زكاه الله أعمى، عبد الرحمن بن عوف أعرج، معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة أعرج، الترمذي أعمى، ماجلان أعرج، عطاء بن رباح الذي قال عن حبر الأمة بن عباس رضي الله عنه: تجتمعون إلي أهل مكة وفيكم عطاء. عطاء هذا كان دميم
أجدع الأنف، أعور، أفطس، أعرج، أشل، ولكنه كان صحيح العقل والقلب. الشاعر أبو العتاهية كان دميما، الفيلسوف سقراط كان قبيحا، الأديب الرافعي أصابه الصمم في ال30، الأحنف السيد الحليم الذي إذا رفع سيفه رفع معه 100,000 فارس سيوفهم، لا يسألونه لما رفع وفيما غضب. كان معوج القدمين، دميم، قصير جدا، لكنه تقبل خلقه، تقبل ذاتك، فقيمتك ليست في شكلك